المرأة ليست كائنا يبحث عن الحب في شكله الرومانسي فقط، بل تبحث عن الشعور بالانتماء والاحتواء والاهتمام الحقيقي الذي يجعلها مطمئنة على وجود الرجل في حياتها. فهي حين تدخل في علاقة لا تفعل ذلك بشكل سطحي أو مؤقت، بل تمنح قلبها وتستثمر مشاعرها ووقتها وجهدها. ولهذا فإن الاهتمام والوقت بالنسبة لها ليس مجرد تفاصيل أو رفاهية، بل دليل على صدق الرجل وعلى جديته في العلاقة. فالمرأة بطبيعتها العاطفية تتعامل مع الحب كحضور مستمر، وليس كمواقف عابرة تحتاج إلى رجل يشعر بها دون كلام، ويلاحظ التفاصيل التي لا ينتبه لها الكثيرون، ويتواجد معها في اللحظات التي تحتاجه فيها. فالوقت الذي يمنحه الرجل للمرأة هو في نظرها أغلى من أي هدية أو كلام، لأنه الشيء الذي لا يعوض ولا يشترى. كما أن المرأة تربط بين الاهتمام وبين قيمتها عند الرجل. كلما منحها وقتا واهتماما شعرت أنها جزء أساسي من عالمه، وأنها ليست هامشا أو استراحة مؤقتة بين مشاغل الحياة. الاهتمام هو المفتاح الذي يطمئن قلبها ويجعلها قادرة على الاستمرار في العطاء والثقة والمساندة. ولهذا يصبح غياب الاهتمام بالنسبة للمرأة مؤلما على مستوى أعمق من الكلمات، لأنه يعني غياب الأمان العاطفي الذي تبني عليه العلاقة. ومن هنا نفهم لماذا تعتبر المرأة الاهتمام والوقت هما حجر الأساس في أي علاقة حقيقية، أقوى من الوعود والهدايا والكلام المعسول. 1. المرأة تعبر عن حبها بالعاطفة وتنتظر المقابل. عندما تقرر المرأة أن تمنح قلبها لرجل، فهي لا تفعل ذلك بنصف شعور ولا بنية التجربة، بل تمنحه كل ما لديها من اهتمام واحتواء وفهم ودعم. المرأة حين تحب لا تعطي فقط كلمة أو موقفا، بل تمنح الرجل مساحة داخل عالمها، وتشاركه تفاصيل يومها، وتحرص على أن يشعر أنه ليس وحده في الحياة. ولهذا فهي تنتظر مقابلا طبيعيا، اهتماما يشبه ما تمنحه، ووقتا يعبر عن قيمتها، وشعورا بأن وجودها يعني الكثير. المرأة حين تعطي لا تنتظر المقابل المادي أو الإطراء، بقدر ما تنتظر أن تشعر أن ما تقدمه مقدر ومحسوب ومهم. فإذا وجدت اهتماما مقابلا تستقر وتزداد عاطفتها قوة، وتستمر في العطاء. أما إذا شعرت أن ما تمنحه لا يقابل بوجود حقيقي أو باهتمام واضح، يبدأ قلبها في الانطفاء تدريجيا، لأن العاطفة عند المرأة لا تعيش من طرف واحد. 2. الاهتمام يمنحها الإحساس بالأمان العاطفي. الأمان العاطفي بالنسبة للمرأة ليس وعدا ولا كلمة، بل إحساس ثابت بأن الرجل موجود، يسمع، يهتم، ويتواجد حين تحتاج إليه. المرأة إذا لم تجد هذا الإحساس يبدأ القلق يتسلل إليها، حتى لو كانت العلاقة مستقرة من الخارج. الاهتمام بالنسبة لها هو تأكيد يومي بأنها ليست الوحيدة التي تحاول، ولا الطرف الذي يقاتل للحفاظ على العلاقة بمجهود منفرد. فهو يطمئنها أن الرجل متمسك بها، وأن مكانتها محفوظة، وأنها ليست خيارا مؤقتا أو علاقة يمكن استبدالها في أي لحظة. وعندما تشعر المرأة بالأمان، تصبح شخصا مختلفا تماما، هادئة، واثقة، قادرة على الحب والعطاء بلا خوف. أما حين يغيب الاهتمام وتغيب الاستجابة لمشاعرها، تصبح أكثر حساسية وأقل قدرة على التسامح، لأن داخلها يشعر بأن أساس العلاقة يهتز. لذلك يمكن القول إن اهتمام الرجل ليس مجرد سلوك لطيف، بل هو الأساس الذي تبني المرأة فوقه ثقتها في العلاقة، وثقتها في نفسها داخلها. 3. المرأة بطبعها تحتاج إلى التواصل العميق. المرأة عندما تدخل علاقة لا تريد فقط وجود رجل بجانبها،
بل علاقة حقيقية فيها تواصل حي وصادق. هي لا تكتفي بالكلمات العامة أو الأحاديث العابرة، بل تبحث عن المشاركة في المشاعر واليوم والهواجس وما يدور بداخلها. التواصل بالنسبة لها ليس مجرد حديث، بل مساحة ليفهمها الرجل ويقرأ ما خلف كلماتها ويشعر بما لا تقوله. عندما تحكي المرأة فهي لا تبحث دائما عن حلول، وإنما عن إنصات، احتواء وتقدير لما تشعر به. والكثير من الرجال يظنون أن المرأة تبالغ في رغبتها في الحديث، بينما الحقيقة أنها تحاول أن تبني جسرا بين روحيهما، جسرا لا يمكن بناؤه بدون وقت يمنح لها واستماع صادق. وحين لا تجد هذا التواصل، تبدأ تشعر بالوحدة حتى وهي في علاقة، لأن وجود الشخص جسديا مختلف تماما عن وجوده الشعوري. لذلك يعتبر التواصل العميق أحد أهم احتياجاتها النفسية، لأنه يجعلها تشعر بأنها ترى وتفهم وتقدر. رابعاً، الوقت دليل القيمة الحقيقية. قد يهدي الرجل المرأة شيئاً ثميناً، لكن المرأة في داخلها تنظر إلى الوقت الذي يمنحه لها باعتباره أغلى وأصدق هدية يمكن أن يقدمها. فالوقت لا يعود ولا يمكن استعادته، وعندما تشعر المرأة أن الرجل يخصص جزءاً من يومه مهما كان مزدحماً ليكون معها، فهذا يوضح لها أنها أولوية وليست مجرد إضافة عابرة. بالنسبة لها، الرجل الذي يمنحها وقته هو رجل يقدم نفسه، اهتمامه، جهده ووجوده، وليس فقط مجاملة أو تواجدا شكليا. وقد تتذكر المرأة بعد سنوات لحظات بسيطة قضاها الرجل معها أكثر مما تتذكر هدية غالية أو كلمة جميلة، لأن ما يهمها هو الإحساس بأن الرجل كان حاضراً بكامل قلبه. خامساً، الاهتمام يعزز ثقتها في نفسها وفي العلاقة. المرأة حين تشعر أن الرجل يهتم بها فعلاً ويخصص لها وقتاً ويستمع إليها باهتمام، ترتفع ثقتها داخل العلاقة وفي نفسها. فهي تربط بين اهتمام الرجل وبين قيمتها لديه. فعندما يلاحظ تعبها أو يدعم قراراً صعباً أو يسأل عن تفاصيل يومها، تشعر أن وجودها مؤثر وأنها ليست مجرد جزء ثانوي في حياته. وحين تحصل المرأة على هذا الشعور، تنعكس النتيجة على سلوكها فوراً. تصبح أكثر هدوءاً في التعامل وأكثر احتواءً للرجل، وتقل حساسيتها تجاه التفاصيل الصغيرة. فهي لم تعد تدافع عن مكانتها أو تحاول إثبات أهميتها، لأنها تشعر أن اهتمام الرجل فعل هذا عنها. أما غياب الاهتمام فيخلق العكس تماماً، حيث يبدأ القلق في الظهور داخلها، وتشعر أن عليها أن تبذل جهداً مضاعفاً لتثبت أنها تستحق الحب أو أن العلاقة ما زالت مستقرة. وكلما طال الإهمال، بدأت ثقتها في الرجل وفي نفسها، والعلاقة تتراجع تدريجياً حتى وإن لم يحدث أي خلاف واضح. بذلك يكون الاهتمام عاملاً أساسياً لا فقط في دعم علاقتها بالرجل، بل أيضاً في دعم سلامها الداخلي وثباتها العاطفي. سادساً، المرأة تجد نفسها في التفاصيل الصغيرة. على عكس ما قد يعتقد البعض، المرأة لا تنتظر دائما أفعالا ضخمة أو مفاجآت كبيرة لتشعر بالاهتمام. أحيانا يكفي سؤال بسيط عن حالها، أو ملاحظة صغيرة لتعبها، أو اتصال في وقت تعلم أنها تحتاج فيه لمن يسمعها. التفاصيل الصغيرة بالنسبة لها ليست مجرد لحظات عابرة، بل رسائل غير مباشرة تقول إن الرجل يراها، يشعر بها، ويتذكرها حتى في زحمة يومه. قد تنسى المرأة هدية كبيرة، لكنها لا تنسى كلمة دقيقة قالها الرجل في وقت كانت تحتاج فيه لمن يقف بجانبها. وفي المقابل، قد تتأذى من موقف يبدو بسيطا عند الرجل، مثل تجاهل ما قالت أو عدم ملاحظة تغيير واضح في حالتها أو يومها. فالمرأة
تبني مشاعرها على تلك التفاصيل، لأنها بالنسبة لها ليست مجرد تصرفات، بل دليل على أن الرجل يحس بها ويهتم بما تشعر به حتى دون أن تطلب. ومن هنا نجد أن اهتمام الرجل بالتفاصيل الصغيرة يحمي العلاقة من الكثير من التراكمات والمشاعر السلبية، لأنها تمنح يوم المرأة طمأنينة ودفئا لا يمكن أن تصنعه الأفعال الكبيرة وحدها. سابعاً، الاهتمام يزيل تراكمات المشاعر السلبية. المرأة عندما تتعرض لموقف يزعجها ولا تجد اهتماماً أو وقتاً من الرجل لتفرغ ما بداخلها، فإن المشاعر لا تختفي بل تتراكم في داخلها تدريجياً. وهذه التراكمات بمرور الوقت تتحول إلى غضب صامت، ثم حساسية زائدة، ثم شعور بأن العلاقة لم تعد مكانا آمنا لها. الاهتمام والوقت هما الصمام الذي يمنع هذه التراكمات من التمدد. عندما يخصص الرجل وقتا للاستماع لما يقلقها أو يزعجها ويشعرها أنه موجود بالفعل، فإن المشاعر السلبية تتبدد قبل أن تتحول إلى مشكلات كبيرة. المرأة عندما تحكي عما بداخلها لا تبحث دائما عن حل، بل عن مشاركة وتسليم وراحة. مجرد أن ترى الرجل يسمعها بتركيز ويناقشها بصدق، تشعر أن ما بداخلها يتم إفراغه بطريقة صحية، وأنها ليست مضطرة لحمل الضغط وحدها. أما حين تشعر أن الوقت غير متاح، أو أن الرجل يؤجل الحديث لوقت آخر ثم لا يعود إليه، فإنها تبدأ في الاحتفاظ بما في داخلها، ومع كل موقف جديد تتأكد لديها رسالة واحدة: أنها ليست أولوية. لذلك فإن الاهتمام ليس علاجاً بعد المشكلة، بل وقاية قبل أن تنشأ. لأن معظم مشكلات المرأة في العلاقة لا تأتي من حدث كبير، بل من تراكم أحداث صغيرة لم تجد من يحتضنها في وقتها. 8. الحب عند المرأة علاقة تشاركية. المرأة لا تريد رجلاً يأتي إلى حياتها ثم يعيش في عالم منفصل ويزورها فيه من وقت لآخر. الحب بالنسبة لها حالة مشاركة، تفاصيل يومية، قرارات، مواقف، وتواجد فعلي في المسار الحياتي للرجل. هي تريد أن تشعر أنها جزء من عالمه وليس مجرد اسم في هامشه. تريد أن تستشار، وأن تعرف ما يحدث في يومه، وأن تشاركه مشاعره كما تشاركه نجاحاته وتحدياته. وعندما يخصص الرجل وقتا لعلاقته معها ويتحدث معها بصدق ويشاركها ما يدور في حياته، تشعر فورا أنها مرتبطة به ومطلعة على عالمه، وأن العلاقة ذات اتجاهين وليست طريقا واحدا. أما عندما يكون الرجل موجودا بشكل سطحي، أو يحتفظ بمشاعره وأحداث يومه لنفسه، أو يظهر فقط عندما يحتاج شيئا ثم يختفي، فإن المرأة تشعر أن العلاقة غير متوازنة، وأنها الطرف الوحيد الذي يحاول أن يبني هذا الجسر بينهما. لذلك تعتبر المرأة أن المشاركة اليومية ولو بأبسط التفاصيل هي أحد أهم أشكال الحب، لأنها لا تمنحها فقط التواجد، بل تمنحها شعوراً عميقاً بأنها ليست شخصاً على الحافة، بل في قلب حياة الرجل. 9. الاهتمام يجعلها تستمر في العطاء. المرأة بطبيعتها العاطفية تمنح الكثير حين تشعر أنها في علاقة متوازنة، فهي تدعم، تحتوي، تقف بجانب الرجل في أوقاته الصعبة قبل السعيدة، وتشارك في بناء مستقبل العلاقة. لكن هذا العطاء يحتاج إلى وقود، وهذا الوقود هو الاهتمام. عندما تشعر المرأة أن ما تقدمه مقدر، وأن الرجل يرى جهدها ويبادله بحضور ووقت واهتمام، فإن طاقتها في مواصلة العطاء تتضاعف تلقائياً. أما حين تشعر أنها تعطي دون مقابل، وأن العلاقة تعتمد على جهدها وحدها، فإن الحماس بداخلها يبدأ في الانطفاء ببطء، ليس لأنها أنانية، ولكن لأن قلبها لا يستطيع الاستمرار في تقديم الحب بلا شعور بالاحتواء.
الاهتمام يجعلها تشعر أن العلاقة مشروع مشترك وليس مسؤولية فردية، وأن الرجل كما يدعمها هو أيضا يبذل جهده ليجعلها سعيدة، وهذا ما يبقي قلبها مفتوحا وقدرتها على العطاء مستمرة دون أن تستنزف أو تتآكل. 10. غياب الاهتمام يعتبر عندها جفافا عاطفيا. الإهمال عند المرأة لا يعني فقط انشغال الرجل عنها، بل يحمل رسالة أعمق، أنها لم تعد في مركز حياته كما كانت. ولهذا فغياب الاهتمام لا يمر عليها مرور الكرام، بل يترك داخلا شعورا قاسيا بأن العلاقة تفقد روحها. عندما يقل التواصل أو لا تجد من يسمعها أو تلاحظ أن وجودها أصبح مألوفا لا يلتفت إليه، تشعر أن الحب تحول إلى عادة، وأن قيمتها لم تعد كما كانت. والمرأة في هذه الحالة لا تتألم فقط من موقف واحد، بل من الرسالة التي يرسخها أنها لم تعد تهم. وهذا الجفاف العاطفي يؤثر على ثقتها بنفسها، ثم على ثقتها في العلاقة، وربما يجعلها تتراجع حتى فيما كانت تقدمه من اهتمام وحب. أما اهتمام الرجل المستمر مهما كان بسيطا، فهو الذي يمنع هذا الجفاف ويعيد الماء إلى العلاقة. فالحب بالنسبة لها ليس حدثا كبيرا يحدث مرة، بل أفعال صغيرة تتكرر كل يوم لتقول من جديد: أنت ما زلت الأهم. في النهاية يمكن القول إن احتياج المرأة للاهتمام والوقت ليس مبالغة ولا ضعفا، بل امتداد لطبيعتها العاطفية التي تبني على التواصل والحضور والتقدير. فالمرأة لا تبحث عن الحب كشعور مجرد، بل كواقع يلمس في سلوك الرجل ووجوده في حياتها. وحين تجد اهتماما حقيقيا، تشعر أن العلاقة لها قيمة، وأنها مع رجل يرى وجودها ويقدره ويضعها في مكانها الصحيح. الاهتمام بالنسبة للمرأة ليس فعلا لحظيا، بل أساسا يوميا يحمي العلاقة من الانطفاء، فهو الذي يمنحها شعور الأمان ويزيل مخاوفها ويجعلها قادرة على أن تفتح قلبها بكل ثقة وتستمر في العطاء دون قلق أو توتر. ومع مرور الوقت يصبح الاهتمام هو اللغة التي تثبت بها العلاقة قوتها، والميزان الذي تقاس به جدية الرجل ورغبته الحقيقية في أن تستمر الشراكة وتزدهر. وحين يغيب الاهتمام، حتى لو بقي الحب في القلب، يتآكل الشعور، لأن المرأة لا تستطيع أن تبني علاقة على حضور صامت أو غياب مستمر، فهي تحتاج إلى ما يجعلها تشعر أن الرجل معها لا أمامها أو بعيدا عنها. لذلك فإن الرجل الذي يفهم هذا الاحتياج ويمنحه بصدق لا يجعل المرأة فقط مطمئنة، بل يكسب قلبا يعطي بلا حدود، وقلبا لا ينسى من وقف معه واحتواه وأعطاه وقته قبل أي شيء آخر.